تعرض أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر لوعكة صحية خلال الساعات الماضية بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها. وكشفت زوجة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق تعرضه لارتفاع شديد في ضغط الدم، مما أدى إلى نقله للعناية المركزة في إحدى المستشفيات المتخصصة، مشيرة إلى أن حالته في تحسن حاليا في ظل المتابعة الدقيقة له ولنسبة الضغط التي بدأت في النزول بشكل تدريجي. وكانت محكمة جنح الطفل المستأنف قضت بقبول الاستئناف المقدم من ابن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق شكلا، ورفضه في الموضوع وتأييد الحكم السابق ضد نجل أحمد حسام ميدو. وكان دفاع نجل لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو تقدم باستئناف على الحكم الصادر في حقه بالحبس 7 أشهر بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومقاومة السلطات وقيادة بدون رخصة وإتلاف، فيما حضر نجل لاعب نادي الزمالك أحمد حسام ميدو وتم إيداعه في حجز المحكمة. وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد قررت في وقت سابق عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وبحث نوع المخدر والمضبوطات التي تم ضبطها مع نجل أحمد حسام ميدو هي 3 جرام من مخدر الحشيش وزجاجة خمرة، وضبطه بصحبة فتاة داخل السيارة بمنطقة التجمع الخامس. وكشفت التحقيقات الأولية أن نجل ميدو لاعب نادي الزمالك في صفوف الناشئين ولا يمتلك رخصة سيارة التي ضبطت بحوزته ملكا لوالدته. وبدأت تفاصيل الواقع أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة. وأثناء الفحص لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، مما دفعهم لتفتيشها. وبتفتيش السيارة عثرت القوى الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين المشار إليه.